النهاردة هنعمل واحدة من أسهل المعجنات الإيطالية، أصابع الخبز بالزيتون Olive Bread Sticks. اللي بحبه في الوصفة دي إنها تنفع في الفطار مع الجبنة أو حتى لوحدها مع كوباية شاي بحليب. نبدأ بتسخين الحليب لحد ما يبقى دافي بس من غير ما يغلي. في بولة العجن هنضيف العسل والخميرة على الحليب ونقلبهم مع بعض، وبعد كده هنغطي البولة 5 دقايق لحد ما الخميرة تشتغل، وبعدها هنضيف البيض المخفوق والزبدة وبعدين الدقيق والملح والنشا ونعجن حوالي 10 دقايق لحد ما تبقى عندنا عجينة طرية، وفي الآخر هنضيف الزيتون ونكمل عجن لحد ما يتوزع كويس جدا في العجينة. أهم خطوة في الوصفة دي إننا نخلي العجينة ترتاح، فهنغطيها ونسيبها تخمر حوالي ساعة في مكان دافي أو لحد ما حجمها يتضاعف. بعد كده هنقسمها ل8 قطع ونفرد كل قطعة ونلفها رول بالطول، وبعد كده هنغطيها تاني ونسيبها تخمر من 20 ل 30 دقيقة لحد ما تبقى منفوخة. في الوقت ده هنسخن الفرن على درجة حرارة 180، ندهن وشها ببيضة مع رشة فلفل أسود، وبعد كده ندخلها الفرن من 30 ل 35 دقيقة أو لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. أول ما تطلع من الفرن هنسيبها تبرد على شبكة التبريد قبل ما نقطعها علشان تفضل محافظة على قوامها. ممكن كمان تحطوها لأولادكم في اللانش بوكس، هيحبوها جدا. جربوها وقولولي رأيكم.